هذه الإنسانة السعودية أعطت درسا كبيرا لمراد الجزائري. مراد الجزائري أعطته هذه الإنسانة درسا في الأخلاق وفي الحياة. نمر كي نشاهد ماذا قالت الأخت السعودية على مراد الجزائري ونرجع معكم لننمر. اسمع ماذا قالت الأخت السعودية لمراد الجزائري. أخي هذا مستفز بشكل مو طبيعي ودمه ثقيل ويوم قالت أنه مستفز ودمه ثقيل. لماذا؟ لنرى لماذا. قطيت الكلمة حقتك ما تبغى الولد يرد عليك. الأخت السعودية يعني غاضبة أنه مراد لما قال كلمته ما خلى أدهم أنه يجاوبه. اسمعوا ماذا قالت على مراد. وفي النهاية تقول لا إذا النقاشات هذه بتتحول إلى مشاكل ما نفتح حوارات نقاشات. الأخت ضابطة اللهجة ما شاء الله عليها. الأخت ضابطة اللهجة. نمر. لما كان أدهم راح يرد قال له إذا راح ندخل في نقاشات وهذا ما نفتح الموضوع. فهمت؟ يعني هو قال كلمته وما خلى أدهم إنه يقول كلمته هو الثاني. نشوف ماذا قالت الأخت السعودية. قل والله لا حبيبي عادي افتحوا حوارات ونقاشات بس أنت لا تقط كلام. أنت من أول. الأخت السعودية إنها غاضبة أنه مراد يقول بعض المرات كلام يعني غير مفهوم وغير مدروس. أصلا مراد عمل خطأ كبير لما رجع القسمة ونصيب. خطأ فادح جدا، وحتى بعض الجزائريين مش مائزين من هذا. واضح انك مو بالع أدهم اوكي ومو حاب اسلوبه الفني ولا حاب انه يمزح. انت انسان جدي وتبغى ناس جديين معك. قالتها لي مرة أخرى بلهجته. أنت إنسان جدي وتبغى ناس جديين معاك. الأخت ضابطة اللهجة ما شاء الله عليها. نمر. خلاص خليك في بلاستك اخوي. خليك في بلاصتك، يعني ما تقط كلام عشان الناس تاهي ما تقط عليك كلام. يعني بدك الناس تتكلم حتى أنت ما تتكلم. لا تتدخل مالك لا تتدخل. شغل. هو هذا رايه. ايش دخلك؟ انا ايش بستفيد من معلومتك لما تقطها وتقول ما اقنعتني بلا. الأخت غاضبة بعد الشيء، غاضبة. سامح الله. لازم تقتنع اصلا. انا لو من ادهم كان قلت عنك ما اقتنعت. مو لازم تقتنع يا اخي هذا. يعني الأخت السعودية مقلقة لأنه مراد ما خلى أدهم أنه يجاوب، وعم يقمع أدهم وما خلى يعني يعطيه الكلمة. أريد رأيكم في التعاليق، وأتمنى أن تضعوا لايك وشير وسبسكرايب عشان أحط لكم فيديوهات أخرى فاني جدا.